يا مرحبا يا مرحبا.
ولد ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الحضور، في هذه الليلة المباركة المتمثلة في مناسبة زواج أخونا عايض بن مشبك الرمضاني البقمي، يسرنا ويشرفنا أن نرحب بجميع الحضور من جماعة وزملاء العريس وجميع من حضر الحفل كافة، ومن الرفاقة والعواني جميعا، فالله يحييهم ويا مرحبا بهم ترحيب المطر، ونقول يا مرحبا ترحيبتم كلها نور، ترحيبتم مهدين على مجتمعنا، مجيكم يبدي لنا عز وسرور، وحضوركم يكمل بقية فرحنا. يا مرحبا بكم، والله يشرف مقداركم ويرفع عنده ان شاء الله مثل ما شرفتونا هالليله وشاركتونا فرحتنا. واسمحوا لي ان ابارك للعريس باسم الحضور جميعا، ونقول له الف الف مبروك، والله يوفقه، وخير ما يقال في هذه المناسبه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: بارك الله لهما وعليهما وجمع بينهما بخير. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يكون التوفيق حليفه، وأن يكون حياته منها السعادة والهناء بإذنه تعالى. أما الآن فيشرفني تقديم عدد من شعراء هذه الليلة، والحقيقة أنه في كثير من الشعراء يرغبون المشاركة، ولكن لضيق الوقت اكتفينا بمجموعة إن شاء الله أنهم يكونون يقدمون ما يحوز على استحسانكم ورضاكم. أما الآن فمع الشاعر محمد ابن مشبك بن مجهد الرمضاني بتقديم قصائد ترحيبية بالحضور.
بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما بخير. أما قصيدة المشاركة فقول: يا مرحبا يا مرحبا باسمي وباسم الرمادين، أهل الكرم والمرجلة والحمايا، ربعي هلا طار صعود المجانين، أفخر بهم يا ناس بنا البرايا، جمع البقوم اللي ترجح موازين، تنعم بقوة باس وعظام مدايا، الحفل يجمع كل غالي وغالين، اللي لهم تقدير وأحلى تحايا، مبروك يا عايض عسى افراحك سنين، ياللي مكانك بين عوج الحنايا، يا محزمي فالعسر ولا معلين، ربعي وربعكم سوم المنايا، الله يعز المملكة والسلاطين، من بحر جدة لسبت العلايا، منهاج الإسلام والشرع والدين، ودستور السنة شفيع البرايا، وختامها وإعداد ناس المصلين، صلوا على محمد حميد السجايا. سلام يا عزوتي يا صلب جداني، سوى البقوم النشامة طاب من شاها، أقولها بالنيابة وانظم الحاني، والكلمة الطيبة ذا الليلة أبحماها، أقولها من شعور ومنطق لساني، ما لنا راجل سوى رجالة ينصاها، مهمني في كلام فلان وفلاني، لازم أروم المعزة وأتمناها، والشعر عندي هواية والف جداني، حنها للخيل والوقفات نحماها، سوى النجوم العريقة شانها شاني، اللي لها العز والمماسة يزهاها، دائم نزول عدا بجوج وإحصاني، تاريخنا نحفظه رجال نرعاها، كفاحة الترك يوم الحرب عدواني، والله هو اللي حمانا من نواياها، وكل القبائل كفوا من غير حجراني، لازم نميز حقوق القوم باسماها. سلامتكم. صح لسانك ومشبب وبيض وجهك، والله يعز الاسلام والمسلمين، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يعم الامن والامان على هذه الدوله العزيزه في ظل قيادتنا الرشيده، اللهم امين. اما الان ايها الاخوه الحضور، فمع فرسان امسيه هذه الليله، وهم الشاعر عبد العزيز بن عايض القرفي الكمي، والشاعر عايض بن عبد الله الرمضاني الكمي، والشاعر منصور بن ناجي الرمضاني الكمي، فليتفضلوا مشكورين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بارك لنا عايض الله الجميل يقول لكم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا الله وبارك علينا واجمع بيننا بخير. فالحقيقة الربع سجلت إلى المسيح أن الله ما يحضر شيء، لكن لا يجيكم لنا حاضر. قل يا محل المسراء عند المقاتير،
الأذكار اللي يجمل قناها وضحا يا معالي المسراح عند المراتيب وضح الأذكار اللي يجمل قناها وضح اللي منها نوة المحاجير تخلي الزيدان تقعد وراها وضح انتم هذول يمزون المجابير جواه من عين الحسود حماها لعرضت تضرب قلوب الجماهير عين كحلها وعين حماها عين كحلها وعين حماها غزايز الندر تفوق التعابير كسب لنا نمضي ونتبع هواها والوسم يوم راح جنة الرشيد لو كان في دار بعيد المداها نسوق هذا لو جينا معاشير مدى ما تمشي ما يحسب عناها لرعابها قدم ملتها المواريث لرعابها كل الرياض وحياها واليوم ما ساوت على جنب البير تشعر راسه معدن يجي في نحاها في راي شيخ ما تحادى على الشيخ شديد راي والمراجع حواها جدي يا جول الرجال المسير يقوم بالواجب ويكرم الحاها جدي يا جول الرجال المسير يقوم بالواجب ويكرم الحاها يلا الدين المسلوك المقادير عشان منايع ان تسرقاها مرؤوس قوم من كل بوهم مناعير نادي الحميد يمثل ديوات باها طويلة دايم على العز والخير يوم تعدينا بيلعن دواها تاريخنا شامخ مثل قم تنير ومجادنا تصعب على من يراها سرايس هم المنايا المشاهير سموا القوم الذي دراها وكل القضاء يمنع من دون تقصير كل يوقف من الديار وحماها. صح لسانك عبد العزيز ونعم بالجميع. أما الآن فمع الشاعر عايض بن عبد الله الرضاني وهذه القصيدة. السلام عليكم. وشيخ أكتبكم شباب ومهما كتبت ما راح أعبر عن القافية لكن أنا أعتذر منها مسبقا. بسم الإله اللي ربع سبع مقبال نبدأ بصيد المسطرة من غناوي يا هاجسي عطني من الشعر ترياج طب النفوس من الأكباد داوي يروي بغني يا بساط من الرياض ما دام مرادك زرار الرهاوي يا بحر جدة ما لقيتك بحداك ولا لي بلا سايح ولا لي بهاوي جيتك بحجمك إلا هالشعر ينساك سيل تراك بالنسيل النحاوي والله مني على مكسر الساق مسوق بعدم دون عاير ولاوي بحشمتك يلي على الطيب سباك من دون وصفك يكسر المدعاوي لا عاير ولا مداح والشعر مكلاك ولاني على دون بلد فات راوي ميزك ربي بالمكارم واخاك انك معها الطيب نجم سماوي وتبارك بالطيب وتبارك بالناي بالطيب خبار المؤرخ بالطيب بنتها بغاوي من نابت بالطيب عهد ومثال كبير تنتفع النهار العزاوي خيارها الرمحة لو اقصار زراقس هم الملايا مخلدين الهداوي حليبهم يكسر ولا طاح ما ضال كم واحد الخير عشاء كل عاوي ويا مرحبا وعدال طالع طران على الشحن بالكيف والطيب جاوي نيابة عن عزمة الطيب هذاي على درامر من الجراوي مزبلة كل باب هالوقت هم ضال والله ما عقبات جيعانة هم ضاف وجوه خاوي شعري وعبري يابت الجودة إصبار هم قلت لي بالبيت تحتم تساوي جريتها من جوه الدورة ما بمديت الدولة كنت بش الحساب صح لسانك يا عبد الله. صح صح لسانك يا عبد الله ويستاهل ومشبك. أما الآن المشاركة القادمة أما الآن فالمشاركة القادمة مع دور بالناجي القمي فليتفضل. مساكم الله بالخير جميعا. أنا جيت وأقول العايض
بارك الله لكما وبارك عليكم وجمع بينكما في خير. أما بمناسبة القصيد بالناسبة والله إني ما سويت شيء ولا ذرة أكذب عليك، لكن طلبوا مني المشاركة في القصيدة ما نعطاها. يقول السوق قدم حتى بدت رايدة المجلاه بليل الغرب قمراه والمرتبات النجوم، وانا سقتها من جاي الشوق والميلاد، لكني علي علوم وعلوم سد علوم ابي الرضاي، ومن شد ما علي خلاف لو الثالثه طلعت منها وانا المهزوم. صحيح البخاري صح فالشرع والاعراف، وضعف الحديث الحل باسناده المذموم. لو ان الحقائق في وجيه العرب تنشاف بدا الشارب المحلوب والغارب المربوب. ايدينا الاكارم من جوب القناه اخفاف بعد قسمه الارزاق ردوا العاشر يوم، وناقه نبي الله صالح مع الاسلاف على غطها كارد على المارد المزعوم. صحيح ان ال البيت سموهم الاشراف، وللفرس قيصر فرس والروم كسرى روم، وانا متبع الخاين ولا امشي ورا الخواف، ما دام السراير وافيه والجدود قلوب. رفيعين منزل بالطعن والنيقار، رفيعين منزل بالطعن والنيقار، زيزونا في كل ساعه طلقه زيزون، لكن الحياه الزاده بد بشق عار. انا ابغى نعيم الخلد ما ابغى على الزقوم، اذا شفت ما في الحكم خلد على الانصاف وغير رجيت الرجل والشاق رداتها المكتوب. سامر صح لسانك. أما الآن فمع الشاعر عبد العزيز وهذه القصيدة المختارة. البارحة والتلمسة والليل باقي باقي، خذتني الأفكار والذكرى تحت أبوابها، الماضي الذكرى الذي بقول ما الآخر يعجب حضور الناس كلها ما ينال إعجابها. ذكرت أني نجحت في الباب الصاخبة، العيون على شعر حلو ثيابها، عيون النبع لا يمكن تعود الفاخرة، وأنا سواد والقدم على عدايا فاخرة، شامخ على أمر مركز الفيها الصاخرة، والأنمار وأن تبطي مع الفرسابة. وأما على المتغفر سلي ناقم مناقب، لابد ما يلزم من القمة هي السدافة، وإلى هنا ربط البيوت كل أبواب باطلة، وإلى هنا ربط البيوت كل أبواب باطلة، ما هو تكبر من تفاؤل البيض الإجابة. وانت سالم وصح لسانك. الله يحيي الجميع ويا مرحبا بكم، والله يحييكم بالليله السعيده والمباركه. اما الان فمع الشاعر عامر بن عبد الله الرضاني وهذه القصيده المختاره. أقول لازم يطالبك سر لا يباح، جهز شنطك وعجل ربطها، وقتنا اليومين ما فيها نزاح والجيوش مربطها ونشطها ويتاخرنا ترى ما بسماح، الإفادة بالتبينا ربطها، انت داخل بيدي رب المراح يعني مالك وليته وطبطها شفت بالي قلنا قلتها جناح بين سحب وبين نجمنا خطها نصها جدا جنوب البراح انت في عيونك شطها وسط الدار من قبل الوشاح، هدها ثم وضعها الحسن على وجه الصباح، دور محتد وإبراقها شطها ما بقى القلب وقع على الجراح، خلي إذا وجوهنا حطها قلبها ما هي بكاف النزاع، حال كتاب القلوب ونطها من سواق الليل ليل الشوق باع، كان جبريل بحرامنا غطها بعد المطح والمشرقية قراح والمحبة باندوني سقطها راح من قبل تريح واستراح وناول القلوب السلام ويعطها ما سعى يده على قدها وراح ينظر الجوال وابنها قطها ويتاخر صاحبه لا يتباع تعذر والعلوم الطعام. سلام. من قال سالم صح لسانك. اما الان مع هذه القصيده المختاره للشاعر منصور بن هادي فليتفضل.